سيوة طول عمرها أمن. طيب احنا الفلوج بتاع النهارده احنا في سيوة زي ما احنا شايفين كده، مش باين قوي بس تمام. المناظر جامدة جدا، وهنشوف احنا المزارات اللي احنا هنزورها والاماكن اللي احنا هنروح نشوفها النهارده وبكره كمان معانا هنشوفها سوا. يا ريت والله. زي ما احنا شايفين اللي احنا في قلعة أحبة، في قلعة شالي حاليا. السلام عليكم. ايوه كشيف مع طينة بين الحجارة ولونهم متقارب، ده لونه زي ده وده لونه زي ده او ده لونه زي ده، او فوق هنا نوى اوكي، نوى بلح. نوى بلح. اوكي. فكرة هنا في قلعة شالي إن في حاجة لذيذة أوي، إن البيوت معمولة بعرق خشب أو شجر، ده اللي هي القايم بتاع الباب علشان ما يقعش. في كمان نقطة قالها لنا إن هو العمارة بتتبني، يعني المباني بيبقى لازم يبقى فيها نوى بلح زي ما احنا شايفين اهو. بس فالمنظر جامد جدا. ده البير اللي بيخرج من الميه من غير مخروج من المدينه. طبعا زمان كان بيتنظف اول باول، دلوقتي بقى مهمل على عمق 30 متر بالحبل والدلو بيشد الميه فوق.
كنا دلوقتي بنحضر الغروب في مكان اسمه فتناس. في برضو اسمه ايه دي، عيون من ضمن العيون كانت رهيبة يعني، عميقة جدا، وشكل الغروب كان في المكان هناك كان جامد جدا يعني. طيب احنا المفروض دلوقتي بنتغدى. المكان او المطعم اللي احنا قاعدين فيه هو لذيذ قوي، معمول بشكل كله طوب، ستايل جامد قوي. هوريهولكوا، خليكم معايا. وفي هنا دي القعدة العربي. ده ميزة المكان، كله معمول بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب النهاردة تاني يوم، احنا تقريبا الساعة داخلة على 9 الصبح. المفروض احنا النهاردة تاني يوم، واحنا قاعدين بس للأسف يومين. في أماكن كتير هروحها أو عايز أزورها يعني، فللأسف مش عارف أصور في كل مكان براحتي، أو مش عارفين نصور في كل مكان بأريحية. لأن في مثلا زي قلعة شالي دي، قلعة شالي دي عايزة يوم لوحدها، وهي دي غالبا دي الكور بتاع المدينة، أو دي من أشهر الحاجات في واحد سيوة، لأن كان هنتكلم عليها يعني. هي كانت الأساس بتاع المدينة يعني. في حاجات تانية رحناها امبارح برضه، ثانية واحدة كده. معبد الوحي أو الواحد سيوة، معبد الوحي. ده ليه قصة برضه من موضوع فرعون وحاجات زي كده، فده لذيذ قوي ومكان كبير يعني. هو المباني هناك متاهات أصلا. فالنهارده برضه عندنا كذا مكان نروح نشوفه، وهنشوف سوا ايه الأماكن اللي نروحها النهارده. وللأسف يعني هيبقى شطات سريعة، علشان في أماكن كتير وممكن ما نعرفش نصور براحتنا قوي في كل مكان، أو ناخد الشطات اللي احنا عايزينها كلها في كل مكان. النهارده هيبقى يوم في حاجات كتير. طيب احنا حاليا في بحيرات الملح اللي ورانا زي ما احنا شايفين. كل اللي هناك دي كده هي جبال ملح. مجرد ما بتنزل ايدك على طول بيحصل كده. رومانية قديمة جدا يعني. بيقال إن كليوباترا جت هنا عشان عندها حمام في مرسى مطروح اسمه كليوباترا. دي يعتبر عين مية طبيعية. المية جاية من بطن الأرض، عيون كلها، شايفة البابلز ده؟ دي كلها عيون طبيعية.
فالميه دايما والبيتشنج افري تايمز على طول، فالميه بتتغير، فالميه ما بتوقفش. البابلز ده كله ميه ناتشرال يعني، مش مالحه. لا مش مالحه، دي ميه عذبه، ميه فريش يعني. عشان كده احنا بنعمل سولت فيرست، بعد كده تعمل شاور هنا. ودي عمقها حوالي 6 متر يعني. ودي ميه عذبه، ميه بتبقى دافيه، ولا هي سخنه ولا هي بارده يعني. ممكن ما يكونش باين في الكاميرا، بس احنا شايفين الأرض هي زي ما هو قال، هي عمقها 6 متر، والبابلز دي اللي بتطلع دي هي اللي بتجدد المياه يعني. هي دي هي البابلز دي. طيب احنا دلوقتي في مكان اسمه عيون كليوباترا او عين كليوباترا. هنبص عليها كده من فوق. اوكي 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 اوكي، هي اللي ورانا دي، هي اللي ورانا دي. طيب احنا حاليا في الابار الماء السخنه اللي ورانا دي. هي دايما سخنه او دايما محافظه على درجه السخونيه، مش سخنه قوي، بس هي دافيه ترتقي الى السخونيه شويه. ليه؟ لان هي ابار ميه او جايه من تحت الارض، فهي دايما محافظه على درجه الحراره بتاعتها صيف او شتاء. بعد ما خلصنا المية السخنة على طول نزلنا في المية الساقعة. كان في جنبيها كده على طول مية ساقعة تلج. خلصنا السخن نزلنا في الساقع. بعد ما طلعنا كان في تشوك شوية كده، بس عدت تمام يعني. فكرة المية السخنة للساقعة أوي دي كانت لذيذة. طيب ميزة سيوة، وأنصح أي حد فعلا لسه ما زارش سيوة، هي جميلة. المناظر اللي فيها جميلة جدا، جواها حلو. الساعة سنة دلوقتي احنا في شهر 1 اهو، بس يعني لا لذيذة. في كل حتة في بلح، في كل حتة، في كل شبر في بلح. نخل كتير جدا. المباني بتاعتها مميزة قوي، زي ما قلت ان في قلعة شالي دي هي المين. كل البيوت التراديشنال او التقليدي او مبنية على هذا الستايل يعني، او بهذا الفكر. ففعلا انصح اي حد ما زارش سيوة لازم يزورها. وبس احنا كده يعتبر رحلتنا خلصت هنا. احنا بس فاضل لنا هننزل السوق بالليل وبس نشتري شوية حاجات كده. وللأسف هما كانوا يومين قصيرين شوية، بس الفلوج اللي جاي هيبقى في أكتر مدينة أنا بحبها ولازم كل سنة أروحها. توقعوا في الكومنتات إيه.